السلام عليكم، رجعنا لكم من جديد. معاكم اخوكم بخوت المري، واكيد اسامه نعسان وسفره ويكند جديده. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. رحلتنا لعاصمه البرتغال واكبر مدنها لشبونه اللي تطل على المحيط الاطلسي واللي بتجاوز عدد سكانها اكثر من نصف مليون نسمه. شو اهم الاماكن والمعالم ممكن تزورها لو جيت لشبونه؟ عندكم قلعه ساو جورج المبنيه على الطراز المغربي. ايضا نصب الاكتشافات التذكاري اللي بيوصل ارتفاعه ل 50 متر. واهم ساحه في المدينه الميدان التجاري. واهم المعالم اللي ضروري تزورها ساحه لويس دي كامويس، ان شاء الله يكون لفظته صح لانه جدي وستي مش برتغاليين. واكيد حديقه الامم اللي بتمثل الجانب التاريخي من المدينه. وايضا اهم واروع اطلاله على المدينه بتشوفها من مصعد سانتا جوستا. وايضا في اماكن كثيره ممكن تزورها مثل المتحف المائي، برج بيليم، وشاطئ تماريز، وايضا حديقه الحيوانات في لشبونه. ولعشاق تسوق الماركات عندكم شارع الحريه. وهذه اهم الاماكن اللي ممكن تزورها في لشبونه. تخيلوا يا جماعه مبخوت، تخيل هاي طبعا هن من اشياء عندهم، اشهر الاكلات عندهم السردين، حتى عندهم يوم للسردين بنحكي لكم عنه. تخيلوا هاي مثلا سعرها 15 يورو. بما انه في خاطرك ليكون غالي عليك. روح طبعا يا جماعه دفعنا حق 15 يورو، لازم نجربها. طبعا انا ما راح اجربها لو شنو يصير. جربها والله لو يحطون فيها وش ما يحطون ما اجرب. طبعا اشهر اكله عندهم هي اكله البكلاو. انا اخذت اللي بدون جبن الساده، لكن اسامه اللي فيه الشعار الابيض هذا هو اللي فيه تشيز. ايه طبعا هي بالاساس الاصليه بدون تشيز، لكن طوروا صار بالتشيز. شو هي الاكله هاي؟ عباره عن سمك مجفف مع بعض الخضروات والبطاطا. طبعا يا جماعه الطعم جدا قويه، نكهه السمك واضحه جدا فيها، الجبنه الى حد ما طيبه، اللي بحب السمك حيحبها اكيد، انا الى حد ما 50%. انا جربتها، انا شفتها بطاطس مع السمك يعني زي عم تاكل بطاطا بالضبط، بس السمك واضح صح؟ اكيد واضح محشي. طبعا حبايب قلبي لو جيتوا لشبونه لازم تجربوا حلا بشطيل دبلاين او حلا بيت لحم، لانه هو رقم واحد وهو اختصاص اهل لشبونه. مش في لشبونه فقط، في البرتغال مثل ما تشوفون هذا المحل المتخصص او هو الاشهر في هذا الحلا. مثل ما تشوفون الزحمه ما شاء الله ورانا وقدامنا، صرنا يمكن اكثر من 10 دقائق ماسكين طابور. على فكره يا جماعه الخير، هذا المحل هو اول محل تخصص في هذا الحلا وهذا اسمه. طبعا الحلا حمل نفس اسم المحل ومنه تصدر للعالميه اللي اسمه باشتيل دي بلان. والآن وصلنا الفقرة المفضلة لي، فقرة الرياضة. والرياضة الأكثر شعبية أكيد هي رياضة كرة القدم. والديربي في لشبونة، بنفيكا وسبورتنج لشبونة. سبورتنج لشبونة تأسس عام 1906 وحصل على الدوري 19 مرة، وعلى كأس البرتغال 17 مرة، وعلى كأس السوبر 8 مرات، وأيضا حصل على دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وأيضا لعب بالنادي كريستيانو رونالدو.
أما نادي بنفيكا فتأسس عام 1904 وحصل على الدوري 38 مرة، وحصل على كأس البرتغال 26 مرة، و8 مرات السوبر، ومرتين دوري أبطال أوروبا. والآن وصلنا فقرة الشارع، فقرة التحدي. وبدنا نسأل الجمهور عن ناديهم المفضل، سبورتنج لشبونة ولا بنفيكا؟ أنا أقول بنفيكا. وأكيد أنا بقول سبورتنج لشبونة. خلونا نشوف. Eu prefiro o Benfica, muito melhor. Sou português, viva Sporting Clube Portugal. Eu sou brasileiro e aqui em Lisboa eu sou Benfica. I like Bombika. It's great. It's awesome. In my language, it's আমি Bombika পছন্দ করি. Eu apoio o Sporting Clube de Portugal. Eu sou um grande fã do Benfica e acho que deviam fazer o mesmo. Olá, eu estou aqui para apoiar o Benfica! Yeah! وصلنا فقرة المعلومات الغريبة عن المدينة. ومن أهم المعلومات اللي لازم تعرفها إنه العاصمة لشبونة من أقدم عواصم الاتحاد الأوروبي، تخيلوا أقدم من برلين وحتى من باريس، تأسست ما بين 800 و 600 قبل الميلاد. في لشبونة أطول جسور أوروبا، جسر فاسكو دي جاما اللي طوله 17 كيلو. وأقصى معلومة سمعت عن المدينة إنه تخيل مبخوت صار فيها أقوى زلزال بتاريخ أوروبا، وصل ل 9 درجات، وكان هذا الشيء بالعام 1755 ميلادي. وين نهاية أوروبا يا أسامة؟ أكيد هون صح؟ نعم، نهاية أوروبا في لشبونة بالتحديد، وكانوا يقصدونها السياح علشان ياخذون شهادة أنهم وصلوا إلى نهاية أوروبا. لكن الأغرب تخيل عندهم هون عيد بيحتفلوا فيه مرة بالسنة تقريبا بشهر 6 اسمه سانتو أنطونيو، وبياكلوا فيه الأكلة اللي ما حبيتها، أكلة السردين. كل المدينة تاكل بهذا اليوم سردين. أفضل مكان للسكن في لشبونة هو سنتر المدينة، وبإمكانك تستخدم المواصلات العامة، وأيضاً بإمكانك تستخدم أوبر. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم تنبيهات. وسؤال حلقة اليوم اللي راح يكون فيه فائز $100، وراح نختار الفائز من خلال بث مباشر في حساب أسامة على الانستغرام. والسؤال بيقول متى تأسست لشبونة؟ على فكرة الجواب جوا الحلقة، اكتبوا لنا إياه بالتعليقات. سفرة ويكند.